الطعامه دي. طبعا يا جماعه انتوا اول مره تشوفوني ايه في المطبخ، بس انا قررت بعد ما جيت من عند العلاج الطبيعي وكده اللي انا اعمل حاجه حلوه لمحمد ولزياد عشان هما بصراحه تعبانين معايا. اول حاجه انا هعمل لهم كريم كراميل، وهعمل لهم جيلي لو لقيت جيلي، وهعمل لهم كيكه بقى يا جماعه ديت انا اول مره اعملها، فان شاء الله تطلع حلوه. ماشي، فانا هروح اغير عشان ابقى كده مستريحه كده وانا بعمل الحاجات الحلوه ديت، وبعد كده هجيلكم ونشوف توته بقى. عشان توته بصوا ادعوا لي يا جماعه عشان هي تعبانه. الكنكه ديت عشان احط فيها اللبن، عشان هعمل لهم الاول كريم كراميل عشان يلحق يسقع شويه. انا هعمل كيسين من دول، نحط لبن كده حلوين بس كده كفايه عشان يبقى ايه، يبقى تقيل كده وحلو. انا بحط بالبركه، يعني اللبن بحطه بالبركه. تمام، اللبن بقى المفروض يغلي شويه، وبعد كده هحط كيسين الكريم كراميل وافضل اقلب فيهم كويس كويس، وبعد كده هحط الصوص بقى في الاطباق او الكوبايات. وهنا طلعت الاطباق، هجهز الصوص على طول عشان خاطر ايه، عشان اجيب مقص. بصوا نحط بقى ايه شويه صوص كده. الصوص ده ايه بيبقى تحفه، ده اللي هو الكريم كراميل. مين بيحب الكريم كراميل زيي؟ انا بعشقه. عامه انا بحب اي حاجه حلوه تكون موجوده في البيت، فاهمين؟ عشان ايه نتسلى فيها وكده، وكمان الحاجات اللي في البيت احسن بكتير من بره. بس هعمل بقى الكيس التاني وانا بعمل الكيكه هوريكم. بصوا يا جماعه دلوقتي كده اللبن غلي، فاحنا هنحط الكيسين دول وهنقلبهم بقى كويس جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا تقلبوا فيه كويس كده وتوطوا النار خالص، تقلبوا. اول ما تحسوا ان هو يتقل كده، وبعد كده هتشيلوه من على النار وتحطوه بقى في الاطباق. بصوا كده الخليط بتاعنا بقى حلو قوي، فكده بقى نطفي عليها ونروح بقى ايه نصبوها في الاطباق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انا بعشق الكريم كراميل يا جماعه، بعشقه. لازم تخلي بيتك كده على طول في حاجات حلوه اصلا. طبعا قص على اللي حصل ده، ريحته خطيره خطيره خطيره. مين بيحب الكريم كراميل زي كده؟ اللي بيحب الكريم كراميل زي كده يكتب في الكومنتات، وان شاء الله ان شاء الله اعمل لكم على طول حاجات حلوه تجدوها من ايديا. شويه بقى اخليه ايه يبرد كده، وبعد كده ادخله التلاجة. دلوقتي بقى يا جماعه هدخل على الكيكه. هي سهله جدا جدا ومش صعبه، بس انا اول مره اعملها وان شاء الله هتطلع حلوه، هتعجب محمد وهتعجب زياد باذن الله. انا اصلا ماليش في الحلويات قوي، بحب الحاجات السهله اللي هي زي كريم كراميل ورز بلبن والحاجات اللي هي السهله دي. بص اول حاجه جبنا الخلاط بتاعي اهو. تمام، هعمل الاول الصوص بتاع الشوكولاته بتاع الكيكه. تمام، اول حاجه هحط كوبايه الزيت. بسم الله. تاني حاجه كوبايه اللبن. بسم الله. تالت حاجه نص كوبايه من اللي هو الشوكولاته اللي هي الخام دي. تمام، بسم الله. هضرب بقى كل الحاجات دي مع بعض، وبعد كده هوريكم صوص الشوكولاته هيبقى شكله عامل ازاي.
بعد ما ضربتهم كده شويه هحط بقى كوبايه من السكر، والسكر ده على حسب الرغبه، على حسب ما انتوا عايزين. هنحط كوبايه كده من السكر، وبرده هنرجع نضربهم تاني. كده انا خلصت الصوص اللي هو بتاع الشوكولاته. عندكم كده احلى صوص شوكولاته، بصوا تحفه تحفه تحفه. هنا بقى يا جماعه هاخد طبق كده حلو عشان خاطر ازين بيه الكيكه. والمكونات ديت هزود عليها بيضتين، هزود عليها بيضتين بسم الله. وازود عليها كيسين فانيليا بسم الله. هضربهم كويس جدا مع بعض وبعد كده هرجع لكم تاني. بس يا ماما بس. وطبعا توتا يا جماعه ما شاء الله لو اكبر يعني مش مخلياني ايه عشان اعمل حاجه، لان هي حبيبه قلبي ماما، روح قلبي ماما، روح قلبي ماما. بصوا يا جماعه انا دلوقتي خلصت الخليط اهو، عملته تمام. هننزل بقى بيه هنا اهوت بسم الله. بصوا شايفين الحلاوه؟ هنزل بيه هنا كده. طبعا كل اللي في الخلاط ده هنزله بس مش دلوقتي، هقول لكم الحاجات اللي انا هعملها الاول. بعد كده هننزل بكوبايه دقيق هنا في الخليط اللي احنا عملناه ده، وهننزل بكيس كيك شيف. طبعا انتوا اكيد شفتوا اللي حصل ده. هننزل هنا بسم الله، وهناخد شعرة ملح يعني قد مثلا معلقه صغيره. هو ايه ده؟ هو البيت هيولع ولا ايه؟ بعد كده هنفضل نقلب فيهم كده اهو ماشي. هقلبهم بقى وبعد كده هرجع لكم تاني وهنشوفوا ايه الصوت ده. نفضل بقى نقلب كده حلو وندخل ندخل جواها هوا على قد ما نقدر. بصوا بصوا بقى يا جماعه، هنجيب صينيه بسم الله ونحط سنه زيت. ثانيه واحده. بعد كده بقى مش هحط دي عشان من تحت ما يكونش وشها ابيض. هحط ايه؟ هحط كاكاو يبقى نفس ايه اللون بتاعها. نص كده كمان بسم الله. ندخل تاني هوا 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 جايبين كده بسم الله. بس انا حاسه الصينيه دي كبيره قوي، مش مشكله ان شاء الله هتطلع حلوه، ان شاء الله هتطلع حلوه. طبعا انا ايديا نظيفه يا جماعه طبعا يعني. بس كده هدخلها بقى الفرن، هدخلها الفرن لما تطلع هوريها لكم. كده يا جماعه المفروض ان انا خلصت الكيكه. الكلب بيهوهو شكلهم كده ليه؟
الرحيم. شفتوا انا قلت لكم الكلب لما بيهوهو بيكون في حد داخل البيت. مش طعم ريحه كده ولا كده ولا كده؟ ايه الريحه الجامده دي؟ عامله كيكه تاكل. تعال تصوري؟ اه ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ استنى كده شوف الصوص. الله ايه الشغل الجامد ده؟ استوت صح؟ كده يستوت. تحفه. بصوا يا جماعه هو ريحتها قلب البيت. ما شاء الله. بصوا ثواني اوريكم. ريحتها حلوه قوي. انت عارفه يا بنتي، لا والله احسن حاجه عملتيها ان انت عاملاها بالشوكولاته. بص بقى يا زيزو، ورينا يا برنس. الصلاة على النبي. بيسيب لي حته في الطبق بقى عشان بحب الشوكولاته دي. ولا دي خام؟ لا دي دوقها اهي. لا لما تخلصي دوق، خد لحظه دوق. دي النوتيلا دي؟ تخلصي. شبه النوتيلا، ضربه النوتيلا في البيت. دي نوتيلا ده عامله. انت اللي عاملاها بجد والله؟ حلوه بجد ولا لا؟ والله نوتيلا فعلا. انت عارفه الناس اللي عندها بايك في الشارع اه اللي هم بيعملوا وافل بيعملوا ده؟ اه بيعملوا بالنوتيلا دي. يا ولاد النصابه. اه والله. ويجيبوا جيركن نوتيلا فاضي ويحطها جوه جيركن النوتيلا ولا ايه ده؟ تسلم ايدك كده. بس بيطلع لا بالنوتيلا. حرام كده. ده انا قلت ادلعك انت وزياد عشان انتوا بصراحه. لا ده الدلع عليا انا بقى بالذات عشان انا بحبها بالشوكولاته. بس ده أنا عاملها كده بكل- هتبوظ لنا الدايت يا الاء. دايت؟ انت بتعمل دايت؟ دايت يا ابو دايت. لا ده الله انا ينور عليك يا عامله لك كريم كراميل في التلاجة. كمان ايه الحلاوه دي؟ تسلم ايديك يا الاء. تسلم يا قلبي يا قلبي. بصوا بقى، بصوا يا جماعه، بتتحط كده بقى في التلاجة بتبقى طعمها تحفه. بس انا هقطع لكم حته دلوقتي. هاتي معلقه. استنى لما نعمل له اسم. هو ده انت قلت اسمه ايه يا لا؟ كريم كراميل. الله. كريم كراميلو. استنى نروح كمان. جامد. لا تحفه. بجد بص والله يا جماعه. جامد. بص يا جماعه عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل. تسلم ايديك يا بس لا. على فكره ده بيديلي في طبق كده عشان، ولا انتوا ايه؟ على فكره احنا لو كلنا منه كتير مش هنعرف ناكل كيكه. الله الكيكه شكلها جامد، والله شكلها جامد. ما شاء بصوا يا جماعة. والا بقى لو دخلت التلاجة شويه. اه ما انا بقول له. بصوا يا جماعه انا بقطعها. تسلم ايدك والله تحفه. يا سيدي يا سيدي يا حاجة مدلع. كيك. عارفه احلى حاجه في الكيكه دي؟ ان واحد يصحى الصبح يغير ريقه. اه سيبها كده. وكوبايه شاي بقى. اوبا بقى. لازم اطلع لكم حته. سيدي يا مدلعنا يا جدع الاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما تصحهاش. لا انا نايمه بالعافيه. ما هتيجي تاكلك ما تصدقت ان انا نميت. بصوا يا جماعه تحفه يا محمد. خد تلينا ايه صحتك؟ خد بص دوق تعالى. انت مالك زهقانه هات معلقه هات معلقه هات معلقه. لا حق بصراحه انا بشرب لا لا ما شوية. تبرد هتوجع البطن وبتفضل والسخنه. تعيط. لا لا دي بتدخن. هات بس المعلقه اسمع مني. اجيب معلقه. الاء انا هاكلها ساقعه. دوقها بس حته صغيره. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي. ندوق بس. دوق حته صغيره. بسم الله. والله العظيم تحفه. بجد والله تحفه. تستاهل. ايوه والله. انا اول مره اعمل كيكه. تعالى تعالى ازاي. هات طيب هات والله تحفه. دوقها يا زياد. حته صغيره بس عشان دي هحطها في التلاجة اصلا. ايوه عشان الشوكولاته تجمد عليها. محتاجه تسقع. بسم الله. اعملوا الطريقه بتاعت الاء يا جماعه. وربنا تحفه فعلا. شكرا يا دكتور. دي تبرد بس شويه بعد كده احطها في التلاجة وكده والحمد لله اتلسعت. الحمد لله اتلسعت. الحماس الزياده بيعمل اكتر من كده. كل حاجه يا جماعه تقول عليها الحمد لله. الله ينور عليك يا بنت. يلا يا جماعه لو انتوا حابين الفقره دي هعملها لكم كل يوم لو انا بعمل حاجات حلوه كده.